طلاب ثالث ثانوي غاليين دفعه 2026، يا رب تكونوا كويسين. كعادتنا بنراجع الحصه اللي فاتت كده في 5 دقائق كده عشان نعمل لك ريفرش المعلومات، بعدين بندخل على الحصه الجديده. حصه النهارده لطيفه خفيفه لذيذه، وهنحل كتاب التفوق والامتحان والجلوكوز. وعدتك ان انت هتحل اكتر طالب على مستوى الجمهوريه، وهعمل ده باذن ربنا. ده احنا كمان السنه دي مجهزين كميه معسكرات باسئله رهيبه. اتعب معايا وصدقني هعمل معاك اللي ما يتعملش، بس اتعب كده وشد حيلك كده عشان ربنا يكرمنا كلنا. خلاص. حصه اتكلمنا عن الغضاريف، واتكلمنا عن المفاصل مبدئيا يعني. اولا قلنا الانسجه الحيوانيه اللي هم طلائيه، ضمه، عصبيه، عضليه. قلنا العضلات عضلي، الاعصاب عصبي، الضم اللي هو عظام غضاريف اربطه اوتار، والطلائي اللي هو بيغطي من بره يبطن من جوه. المهم الضم بالنسبه لي اللي هو عظام غضاريف اربطه اوتار. اتكلمنا الحصه اللي فاتت عن الغضاريف، قلنا هي عباره عن نسيج ضام، عباره عن خلايا غضروفيه. قلنا نسيج ضام، خلايا غضروفيه ما فيهاش اوعيه دمويه، بل تحصل على الغذاء والاكسجين من العظام بالانتشار. قلنا ما فيهاش ولا دم ولا اعصاب. ما فيهاش دم عشان ما تنزفش، ما فيهاش اعصاب عشان ما نتألمش. وترتب ان ما فيهاش دم بقت لونها شفافه ملساء. اترتب ان ما فيهاش دم ان الالتئام بتاعها بياخذ وقتا طويلا. عرفنا ان العظام بتديها غذاء واكسجين وتاخد منها فضلات وثاني اكسيد الكربون. عرفنا ان العلاقه اللي بينهم علاقه حلوه، علاقه هات وخد، تبادل منفعه. الغضاريف تحميها والعظام تغذيها، علاقه حلوه. قلنا ليه الغضاريف ما فيهاش دم؟ قلنا على انها معرضه للاحتكاك وبالتالي حدوث نزيف دموي، عشان كده ربنا ما خلاش فيها دم ولا اعصاب. اتكلمنا عن الصوره دي، عرفنا ان هي عباره عن خلايا غضروفيه في الياف حواليها كده اهو اسمها الياف الكولاجين. ده اتكلمنا عنها. بعدين لو سالك بقى فين الاماكن اللي ممكن الاقي فيها غضاريف، قلت لك احفظهم بالترتيب عشان ما تنساهمش. قلت لك انف، اذن، قصبه، شعب، شعيبه، نهايه القص، نهايه الضلع، الارتفاق العيني بين اجسام فقرات العمود الفقري، وتغطي اطراف العظام عند المفاصل. وعرفنا اللي بين اجسام فقرات العمود الفقري بنبدا من الفقره الثانيه للفقره 25. فعندنا 23 قرص غضروفي، لكن عندنا في العمود الفقري 24 مفصل غضروفي، لان في مفصل بين العجز والعصعص سميناه غضروفي ليفي. دي كانت معلومات جالت برضو الحصه اللي فاتت. وقارنا بين العظام والغضاريف، النسيج هنا كان ضام وهنا كان ضام. هنا في اوعيه دمويه، في اعصاب، عشان كده الالتئام بتاعها بيكون اسرع عشان في دم. هنا مفيش اوعيه دمويه ولا اعصاب، عشان كده الالتئام بتاعها بيكون ابطا. وبعدين سالنا سؤال، هل كل الغضاريف بتحمي العظم من التاكل؟ قلت لي لا يا دكتور، في غضاريف مالهاش دعوه بالعظم، بحمايه العظم من التاكل، زي الغضروف بتاع الانف وزي الاذن زي اللي في القصب والشعب والشعيبه. ده وظيفته يخليها مفتوحه باستمرار عشان يفضل داخل هواء للحويصلات الهوائيه. فمش كل الغضاريف يا دكتور صميل بتحمي العظام من التاكل، فالعباره غلط، لانها في غضاريف بتشكل بعض اجزاء الجسم. بعدين دخلنا على المفاصل. المفصل قلنا هو مكان التقاء عظمتين او اكثر، ممكن عظمتين 3 4، المهم هو مكان مقابله العظام، المكان اللي العظم هيقابل بعضه فيه اسمه مفصل. المفاصل دي قلنا 3 انواع، ليفيه، غضروفيه، زلاليه، على حسب ايه اللي لقيته بين العظم. لو لقيت بين العظم الياف تبقى ليفيه، لقيت بين العظم غضروف تبقى غضروفيه، لقيت بين العظم سائل زلالي او مصل سميناها زلاليه. فالتقسيمه دي حسب النسيج الموجود بين العظام. قلنا ان الليفيه تلتحم العظام عند هذه المفاصل زي في الطفل كده، هو بقى انسجه ليفيه. تتحول مع تقدم العمر لانسجه عظميه يترسب فيها كالسيوم وفوسفور فبتعضم بتنشف، لكن هي في الاول بتبقى عباره عن الياف. قلنا ان المفاصل دي بتبقى مفاصل عديمه الحركه، معظمها عديم الحركه، لا تسمح بالحركه، ولانها ما بتتحركش فمش متربطه باربطه، لا توجد اربطه في هذه المفاصل. زي مين؟ زي المفاصل اللي بين عظام الجمجمه، دي مفاصل ليفيه. تاني نوع خدناه المفاصل الغضروفيه، قلنا عظمه وعظمه تلاقي في النص غضروف، زي المفاصل اللي بين اجسام فقرات العمود الفقري، زي مفصل الارتفاق العاني، زي المفصل اللي بين الضلع والقص، ده عباره عن مفصل غضروفي. المفاصل الاولى عديمه الحركه، الثانيه بتسمح بحركه محدوده جدا، يبقى دي عديمه الحركه، دي بتسمح بحركه محدوده جدا. الاخيره بقى الزلاليه، قلنا زلاليه ميم ميم، اول حاجه مرنه تتحمل الصدمات، ومعظم مفاصل الجسم زلاليه. قلنا مفاصل ايديا ورجليا هي مفاصل زلاليه. وعرفنا ان المفصل هنا العظمه بيكون عليها ماده كده غضروفيه رجيجه، وفي النص كده في سائل زلالي. قلنا الاولى عديمه الحركه، دي بتسمح بحركه محدوده جدا، دي بتسمح بسهوله الحركه. ليه؟ لان العظم متغطي بماده غضروفيه رجيجه، وفي النص في سائل كمان اسمه سائل مصلي او زلالي. يبقى لو قلت لك ليه المفاصل الزلاليه بتسمح بسهوله الحركه، تقول يا دكتور اصل العظم عليه جراجيش غضاريف ماده غضروفيه رجيجه، وفي النص في سائل زلالي، فعشان كده الدنيا تمام. طب يا دكتور صميل لو السائل ده نجس، الغضاريف الماده الغضروفيه تتاكل. طب الماده الغضروفيه اتاكلت العظام تحك ببعضيها، ده سميناه خشونه مفاصل. يبقى يعني خشونه مفاصل يعني السائل نجس، فبدات الماده الغضروفيه تتاكل، فبدا يحصل احتكاك للعظام والم، فدي سميناها خشونه مفاصل. قلنا المفاصل الزلاليه نوعين، في مفاصل زلاليه محدوده الحركه وواسعه الحركه، الاولى عديمه، الثانيه محدوده جدا، دي محدود وواسع. محدود يعني الحركه في اتجاه واحد،
واسع ان الحركه في اكثر من اتجاه. زي مين محدود؟ زي خدنا مثلا الكوع قلنا بيتحرك لقدام لكن محدود الحركه للخلف بسبب تجويف الزند. خدنا مفصل الركبه بيتحرك لورا لكن محدود الحركه للامام عشان الرطفه من قدام. خدنا الواسع طبعا زي مفصل الكتف، وخدنا زي مفصل الفخذ واسع، وقلت لك جرب وهتعرف. لو عمل حركه واحده محدود كذا حركه يبقى واسع. خدنا كذا مثال. لو قلت لك الفك السفلي هتقول لي واسع بيتحرك فوق وتحت ويمين وشمال. لو قلت لك المفصل اللي بين السلميات هتقول لي محدود لانه عمل حركه واحده بس. طب لو قلت لك رسغ اليد هتقول لي واسع بيعمل كده وكده وكده وبيلف اللفه دي. فانت جرب، عمل حركه واحده محدود، كذا حركه يبقى زلالي واسع الحركه. بعدين خدنا الرسمه دي، كانت رسمه مهمه بتاعت مفصل الكوع، قلت لك هي رسمه غتة لو جات لك بس افتكرها طبعا. لو انت فاكر معايا البيانات هفكرك بالبيانات بسرعه. كانت ده مفصل الكوع طبعا، العظمه دي العضد، واللي من تحت دي الزند، واللي فوق دي الكعبره، وطبعا الحمراء دي عضله، الحمراء دي كانت عضله، العظم متغطي بغضاريف اللي هي الجراجيش دي، وفي النص السائل الزلالي او المصلي. وبما ان دي بون ودي بون فاللي بينهم ده رباط، فرباط بيربط بي تي بي، بي تي بي يعني عظمه بعظمه. وبعدين خدنا الرسومات دي، قلنا ان مفصل الكتف او مفصل الفخذ بيقولوا عليه كوره وحق، عباره عن دايره كده داخله في جيب، فاول ما تلاقي كوره وحق دي بتعبر عن الكتف او الفخذ. لكن رسمه الكتاب الرسمه دي بتعبر عن الكوع او الركبه. الرسومات دي كوع وركبه، الرسمه دي بتعبر عن كتف او فخذ. جميل جدا جدا جدا. كده خلاص احنا كده عملنا ريفريش المعلومات الحصه اللي فاتت. اتمنى الحاجات الصغنطوطه دي بتكونوا بتستفيدوا منها. دمتم مميزين، دمتم مبدعين، دمتم من الاحياء متمكنين. الحصه بتاعت النهارده حصه خفيفه ولطيفه. اشوف وشكم على خير في محاضره جديده من محاضراتنا. مع السلامه، باي باي.